السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي بمكون واحد بس هنعمل الاندومي الكوري وبمنتهى السهوله. في 3 دقايق هتعمليه وهيكون طعمه زي الاندومي الكوري اللي بتشتريه من بره بالظبط. يلا نبدا الطريقه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه هتكون معايا هي كيس الاندومي العادي خالص اللي هو ب8 جنيه. يعني هتحولي كيس اندومي ب8 جنيه للاندومي الكوري اللي ب65 جنيه. هجيب كيس الاندومي هشيل منه البهارات وهحط المكرونه بتاعته في شويه ميه، يعني حوالي كوبايه ميه بس من معيارات كوبايات الشاي. هتحطيها تغلي وهتحطي عليها كيس الاندومي، هتحطيه لوحده من غير البهارات. هتسيبيه يغلي شويه، واول ما تلاقيه بدأ في السوى يعني طرى معاكي شويه بالشكل ده، هتحطي عليه معلقتين من الصلصه البيتي. لو ما عندكيش صلصه بيتي تقدري تحطي نص معلقه بس من الصلصه العاديه، لكن طبعا الصلصه البيتي هتكون اطعم بكتير. هقلب بقى كده شويه لغايه ما يفك كده من بعضه كله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، واستوى كده 50%. هغطيه شويه وبعد كده هكشف الغطا زي ما قلت لكم يكون استوى حوالي 50%. هنزل بكيس البهارات العادي بتاع الاندومي، وبعد كده هنزل بقطعة جبنة مثلثات. هحط عليه كمان شوية شطة طبعا عشان يطلع سبايسي زي الكوري اللي بنشتريه من بره، وكمان شريحة جبنة شيدر من بتاعة البرجر، وهنحطها على المكونات دي وهنقلبها وهنغطيها شوية علشان الجبنة المثلثات والجبنة الشيدر تفك مع الاندومي وتختلط بيها. هغطيها بقى شوية وهسيبها. بعد كده هكشف عليها هلاقي الجبنة المثلثات والجبنة الشيدر فكت معاها واختلطت بيها بالشكل ده، واللون اتغير، لون الصلصة راح مع الجبنة وبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده زي ما بتجيبوا الاندومي الكوري بالظبط. ودلوقتي انا بعمل معاكم اندومي كوري مش اندومي صحي. انا عملت لكم قبل كده الاندومي الصحي وهحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا له. هجيب بقى بولة وهنفضي بقى الاندومي بتاعنا، تحفة جدا 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 والولاد هيحبوه جدا، ومش هتشتروا بعد كده الاندومي الكوري من بره. وطبعا وفرنا فلوس كتير ونفس الطعم، يعني بكيس اندومي ب8 جنيه عملنا الاندومي الكوري اللي بنشتريه ب65 جنيه. انتوا هنا لو عايزين تزودوا السوائل تقدروا تحطوا كمان، تزودوا ميه اثناء وهي بتغلي على النار، تزودوها شويه ميه بحيث لو انتوا محتاجين فيها صوص اكتر من كده شويه. تعالوا بقى نجربها كده ونشوفها مع بعض. طبعا شايفين تحفه قد ايه، والطعم كمان تحفة وخطير جدا، ومكونات صحية انتي حطاها على الاندومي. كده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. اتمنى من قلبي يعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام عليكم.